السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية من قناة أكاونت فاي. معاكم محمد رضا. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مقارنة جميلة جدا فيها التفاصيل الشاملة عن بنكين من أكبر البنوك في القطاع المصرفي في البانكينج سيكتور في مصر، وهما الأهلي المصري، MBE أكبر بنك حكومي في مصر، و CIB أكبر بنك خاص في مصر. الأكبر في القطاع الحكومي والأكبر في القطاع الخاص. دي هتبقى مقارنة شاملة بحيث أنا لو جالي فرصة هنا وفرصة هنا أنا أروح فين. تمام. ودي برضو هتكون ثقافة عامة ليك بصفة عامة لو أنت مهتم بالمجال المصرفي. هنتكلم الأول عن الحجم. الحجم بصفة عامة. هنتكلم الأول على الأهلي المصري. زي ما اتفقنا ده أكبر بنك في القطاع الحكومي. حاليا عدد الفروع معدي ال 700 فرع، وده رقم مرعب. تمام. يعني فرع ووحدة مصرفية في نفس الوقت، ده في كل أنحاء الجمهورية، شامل فروع عادية وفروع اللي هي الوحدات المتنقلة اللي هي بتكون في عربيات دي. تمام. تمام. حوالي أكتر من 700 فرع. تمام. نتكلم على عدد الموظفين. أكتر من 25 ألف موظف، حرفيا جيش. أنت بتتكلم على جيش قدامك. بالمناسبة هو وبنك مصر يعني هنضيف عليه عدد العاملين ببنك مصر، الاتنين دول يعتبروا النسبة الأكبر في القطاع المصرفي من العاملين. النسبة الأكبر يعني يشكلوا نسبة كبيرة جدا من اللي شغالين في البانكينج سيكتور هنا في مصر. تمام. يبقى معانا أكتر من 700 فرع، تغطية فرعية بشكل مرعب، أكتر من 25 ألف موظف. طب عدد العملاء اللي هو بيسيرفز عليهم، أنا بعدد العملاء اللي بخدم عليهم قد إيه؟ حاليا ما يقارب من عدد العملاء 22 مليون عميل. ده رقم مش بسيط خالص انك تسيرفز على الرقم ده. ده رقم مش بسيط خالص. انت محتاج يعني بنية تحتية مرعبة. محتاج بنية تحتية مرعبة من حيث كل حاجة، من حيث عدد ATMs، من حيث سايبر سيكيورتي، من حيث امان، من حيث خدمة عملاء ليهم، من حيث كل ده. ف 22 عميل اللي هو حاليا ما يقارب 40% من ايه؟ من عدد الناس اللي هم عندهم يعني حسابات في بنوك، من عدد عملاء البنوك. 40% من عدد عملاء البنوك في مصر في بنك الاهلي. يعني ده رقم مرعب جدا. انت مقرب على النص، صباح الفل. فانت بتسيرفز على كميه مرعبه من العملاء، من عدد عملاء البنوك. تمام كده. احنا اتكلمنا عن ايه الارقام بتاعه الاهلي المصري من حيث الفروع وعدد الموظفين وعدد العملاء. طب حلو. نتكلم على التجاري الدولي. CIB. بالنسبه للتجاري الدولي CIB نفس الفكره. هنتكلم برضو على عدد الفروع. عدد الفروع ده الأكبر في القطاع المصرفي، تاني الأكبر في الحكومة. تمام. عدد الفروع حاليا بالظبط 204 فرع. طب ماشي، انت ممكن تقول لي ده الأكبر في القطاع المصرفي. حلو. طب ليه عدد الفروع حاليا ما وصلش لنص عدد الفروع الخاصة بالحكومي الأهلي المصري؟ هقول لك سبب عظيم في القطاع
الخاص. حلو. ليه بقى؟ احنا ممكن ندخل الاهلي اكتر من فرع نلاقي فيه التعامل مش افضل حاجه، بمعنى اصح الكواليتي بتاعه مش اللي هي، فاهمني؟ وتوزيعاتها هتلاقيها غريبه، يعني ممكن تلاقي في فروع في اماكن انت متوقعتهاش خالص، وهتلاقي ما فيهاش حد اساسا غير بس الايه الستاف نفسه. فهنا تركيز الكلي لسي اي بي، وبصراحه وانا بحترم دي فيه جدا، على الجوده وعلى المناطق الحيويه. يعني هو بيركز لي في هنا على جوده الفرع نفسه، الفرع كتوتال كجوده من تعامل. طبعا كان لو حد عنده حساب في سي اي بي ودخل يتعامل هناك هيلاقي يعني الاحترافيه والبروفيشنال هناك، كميه احترافيه في التعامل غريبه، انت فاهم؟ التعامل مع حد بروفيشنال قوي. حلو. فعدد الفروع قليل بسبب ان انا يعني اكون عندي 700 فرع منهم 300 فرع كحيانين والتعامل فيهم اي كلام وبيحصل مشاكل فيهم، ولا يكون عندي 200 فرع بس ال 200 توب. طبعا يبقى عندي 200 و200 توب. وكمان لو هنلاحظ كمان هنلاقي احنا معانا العدد بالظبط بتاع الفروع، عكس الاهلي. انا بقول لك اكتر من 700 عشان ما فيش معلومه كامله عن عدد الفروع. انت متخيل اصلا عدد الفروع بتاعك مش معروف، فانت الدنيا عندك مش احسن حاجه في الحته دي، فاهمني؟ فعدد الفروع بالنسبه لنا 204 فرد. طب بالنسبه لعدد الموظفين، احنا اتفقنا الاهلي 25000 فرد، فده جيش حرفيا. عدد الموظفين في سي اي بي حوالي 8000، او الرقم كمان معانا بالظبط 8665 موظف. تمام. وده رقم كويس جدا طبعا بالنسبه لعدد الفروع. طب عدد الفكره كمان في ايه؟ في عدد مكانات الاي تي ام. لو معانا احنا 204 فرد، فرع سوري، عدد مكانات الاي تي ام في سي اي بي حاليا داخله على ال 1400 ماكينه. فده رقم كبير جدا. ده بيعرفك قد ايه البنك يعني منتشر بطريقه حلوه قوي، عكس مثلا عدد فروع اللي هنا، عدد ماكينات الاي تي ام هنا، عدد هنا كبير مرعب في الاهلي، بس اغلبها ما فيهاش تغذيه اصلا، اغلبها فاضيه ما فيهاش فلوس. انما راهنك لو لقيت ماكينه اي تي ام خاصه بسي بي ما فيهاش فلوس قله، وده بتحصل معايا انا شخصيا بجد. انا لما اشوف ماكينه سي بي في اي مكان خلاص اطمنت، انا عارف اسحب فلوس. عكس مثلا الاهلي انا ب 60000 مكنه بتعدي عليها، لا بخ فاضيه، انت فاهمني؟ عشان التغذيه نفسها، تغذيه المكن، العربيات بتاعه التغذيه اللي تيجي تحط الفلوس مش قادره تكفر العدد المرعب ده، انت فاهمني؟ عكس سي اي بي، ودي بصراحه بوينت لسي اي بي جدا. فاحنا اتكلمنا هنا على الارقام بصفه عامه الخاصه بسي اي بي من حيث عدد الفروع وعدد الموظفين، والاهلي المصري من حيث عدد الموظفين برضو وعدد الفروع، واتكلمنا على ارقامهم بشكل عام. ندخل في الديتيلز اكتر، يلا نكمل التفاصيل بتاعتنا. احنا زي ما اتفقنا نعمل مقارنه بينهم بقى المره دي. هنتكلم على الافريج بتاع الرواتب، متوسط الرواتب، حلو قوي. احنا هنتكلم هنا على الاهلي المصري وسي اي بي بالراحه كده خالص. بالنسبه لسي اي بي، طب احنا طبعا متوسط الراتب ده للفريش جراد، ها، بصفه عامه يعني حديث التخرج لسه متخرج. بالنسبه للسي اي بي اهو بنحط افريج، مش هنقول رقم بالظبط، احنا هنقول مثلا من حوالي 15 ل 19. تمام، ده كانت طبعا النت ده بيكون شامل شويه حاجات عليه كده كمان، بدلات بسيطه يعني وكده. بدل ما اقول لك مثلا انت جروس حاجه و20 شيل لي كذا وبعد كده ضيف لي كذا وبعد كده، انا بقول لك المتوسط الرقم اللي هتمسكه في ايدك يعني. تمام. حلو. نتكلم على الاهلي المصري في الحته دي، نتكلم هنا بوينت وهنا بوينت زي الفل. نتكلم هنا على ام بي اي كمتوسط برضه هتمسكه في ايدك من الاهلي المصري 13 لحد 16. بتختلف من ايه؟ بتختلف في البوزيشن، وبتختلف نازل اداره ولا فرع. زي الفل زي الفل. تمام. نتكلم كمان ازاي على البروفيت شير، ودي اكتر حاجه بتميز البنوك، الارباح السنويه. بالنسبه للبروفيت شير هنا في سي اي بي بتكون يعني ديبند اون
بمعنى ديبند اون الانيوال بيرفورمانس بتاعك، الاعتماد الكلي على ادائك. ادائي انا عامل ازاي؟ ادائي نظامه ايه؟ من ارقامي، من تارجتي، حققت هتاخد، ما حققتش هتاخد حاجه قليله جدا. تمام؟ كام شهر بالظبط مش هنقدر نقول، بس نتكلم هي اعتماد كلي على ادائك. يعني فاهم؟ يعني انت لقيت نفسك محقق ارقام عاليه والاداء السنوي بتاعك ممتاز، تعرف انك هتاخد رقم حلو قوي. طب البروفيت شير بيتحسب ازاي؟ كنا متكلمين في فيديو. هو بيبقى مجمل من الراتب بتاعي، يعني مرتين الراتب لحد 12 مره الراتب. بمعنى انا باخد 10000 جنيه، انا ممكن ينزل لي بروفيت شير مرتين ينزل لي 20000 جنيه، ينزل لي 12 مره ينزل لي 120000 جنيه. حلو، حلو قوي. تمام. يبقى ده اعتمادا على الراتب، على البرفورمانس بتاعك وادائك. حلو. يعني بتكون من اول شهرين وانت طالع زي الفل، زي الفل. انما في الاهلي هي بتكون ضخمه برضه، بتكون متوزعه برضه على حسب ادائك، بس انت بتمسك بروفيت شير حتى لو الاداء بتاعك مش اللي في بالك قوي. مش زي مثلا ما تارجتش هنا زي سي اي بي مش هتاخد رقم كويس، لا انت هنا بصفه عامه هتمسك رقم كويس. بتبدا هنا من اول 4 شهور عادي خالص. حلو. ممكن توصل ل 18 شهر عادي جدا زي الفل، واكتر كمان. الاهلي المصري في البروفيت شير دي نجمه كده لازم تعلمها فيه. دي ميزه الاهلي المصري، هو ومصر. البروفيت شير هنا ضخم جدا وكويس جدا جدا جدا. زي الفل، زي الفل. حلو. نكمل كمان مثلا على نظام الالاونس مثلا والبدلات بتاعتي. حلو. لا انت هنا في سي اي بي البدلات بتاعتك، او اللهم صل على النبي، خلينا نتكلم على الحوافز مثلا. الحوافز، الحوافز هنا مثلا في سي اي بي، هي طبعا زي ما اتفقنا السي اي بي هي تارجت، هي عباره عن اصلا اغلبه شغل كوربريت شركات، فهي اعتمادك كله على التارجت. هي تارجت والبرفورمانس الشخصي بتاعك برضه، البيرسونال بيرفورمانس بتاعك تارجت شخصي وفردي صرف. تمام. انما نظام الحوافز هنا في الاهلي برضه ستيل برضه كده، بس انت برضه انت فاهمني، مش زي هنا. يعني هو هنا زي هنا بس مش زي هنا في نفس الوقت. بمعنى انت في سي اي بي لازم تحقق، حققت رقم هتاخد فلوس، ما حققتش رقم يلا طير. انت فاهمني؟ انما هنا بالنسبه للام بي لا، انت بتمسك برضه، هتمسك برضه ايه، رقم كويس في الحوافز، بس بيكون مرتبط بارباح البنك ككل. يبقى الحوافز نفسها مرتبطه بارباح البنك او بارباح الفرع نفسه كمان، بارباح البنك السنويه. زي الفل، زي الفل. وبيكون اصلا يعني زي نظام تيم مش اكتر، يعني ممكن يكون جماعي كمان. انما هنا الحوار فردي صرف. زي الفل، زي الفل. طب في بدلات بقى، في اوقات مثلا بناخد بدل وجبه، اوقات بناخد كمان بدل انتقال. بالنسبه لسي اي بي للاسف البدلات هنا بتكون مدمجه مع الراتب نفسه. هو بيديك رقم مثلا مجمد كده، انا هديك مثلا 19000 جنيه، بس انا البدلات بقى ايه هي وسطهم كده، فاهمني؟ انما في الاهلي المصري لا، البدلات كويسه جدا، بدلات قويه قوي. تلاقي بدل وجبه كويس بيعلي معاك الراتب، بدل انتقال، فكل ده بيكون ميزه اللهم صل على محمد البدلات الخاصه بالاهلي المصري. طب تمام، احنا دلوقتي اتكلمنا عن الراتب، البروفيت شير، الاثنين فيهم فلوس. يعني لو شفنا الارقام كده متقاربه شويه بس فيهم فلوس. اللي بيميز الاهلي حته البروفيت شير، اللي بيميز مصر، اللي بيميز سوري سي اي بي حته النيت سالري نفسه الثابت، رقم كويس قوي وممكن يزيد. واتفقنا اللي هو بيختلف على حسب انا نازل هيد اوفيس اداره ولا نازل برانش فرع. زي الفل، زي الفل. نكمل المقارنه بتاعتنا. تمام. تعال نتكلم برضو كده ايه بصفه عامه مثلا عن العملاق الحكومي بتاعنا. العملاق، انا بحب اسميه كده دايما الحكومي. ان بي اي. بالمناسبه ده تاني اكبر بنك في افريقيا بعد بنك ستاندر. تمام. بالنسبه للام بي اي هنتكلم برضو في شويه نوتس كده عنه، مثلا الحته بتاعت التريننج، التدريب مثلا. التدريب، انت معاك اكبر مراكز تدريب في الشرق الاوسط، دي نقطه برضو معاك. اكبر مراكز التدريب في الشرق الاوسط في القطاع المصرفي طبعا، كقطاع مصرفي مش كشركات. كشركات في حاجات تانية اقوى كتير. تمام. دي نقطة تحسب جدا للاهلي المصري في القطاع المصرفي.
حلو، جميل. عندك ايه كمان؟ عندك الامان الوظيفي. الامان الوظيفي في الاهلي يعني انت مستحيل حد يستغنى عنك الا في حالات نادره كده، وقلنا الحاجات ديت بتكون اخلاقيه اكتر. الامان الوظيفي هنا ممتاز. الامان الوظيفي هنا في البنك الحكومي الاهلي المصري لا يعلى عليه. ده بص نجم قد كده بقى، اللي هو ده اكتر حاجه بتميزه اساسا. يعني من الحالات، من النوادر الاستغناء عنك الا في حالات بسيطه جدا، وقلنا هي اغلبها اخلاقي. حتى لو ما ترجتش عادي بيحاولوا يشوفوا لك قسم يكون ايه، في مرونه معاك وانت عارف تتماشى فيه. تمام. طب نتكلم كمان على ايه، على الحته بتاعت اللهم صل على محمد، المسار الوظيفي نفسه، او المسار او البروموشن او الترقيات، المسار المهني والترقيات. بالنسبه للاهلي المصري في الترقيات دي بتكون يعني للاسف بحيث الادميه والكفاءه معا، هي بتكون ميكس كده، هي بطيئه بصفه عامه، بطيئه، وبتكون ميكس ما بين من القديم الاكتر، الاقدميه، والكفاءه، الميكس الاتنين ده. تمام. بس ده يعني بيعملوا كده في الاهلي المصري عشان يضمن لك معاش كويس قوي، تمام، وتامين طبي وكده، فاهمني. التامين الطبي طبعا بيكون شامل العائله وكده. فالحته بتاعت المسار المهني والترقيات بتبقى بطيئه شويه، وبتكون على حسب الادميه والكفاءه. زي الفل. طب بالنسبه للسي اي بي، وحش القطاع المصرفي. سي اي بي ده نظامه ايه؟ بالنسبه للسي اي بي، انت مثلا لو انت شخص مجتهد قوي وذكي وبتعرف، يعني عندك كوميونيكيشن سكيلز كويسه قوي، انت بالنسبه للمسار الوظيفي انت هتطير يا باشا. انت هتمسك بوزيشن كويسه جدا في سن صغير قوي. المسار الوظيفي هناك بجد هيقدر ده جدا، في حاله لو انت عندك فلكسبيليتي، مرونه، عندك كوميونيكيشن سكيلز كويسه، بتعرف تتارجت على طول، انت فاهم، تعرف تتعامل مع الناس، كل ده هيخليك في حته تانية. خصوصا في سي اي بي بيقدر الحته ديت قوي وبيحترمها قوي. بالنسبه برضو للسي اي بي، الحاجات اللي مميزه حوار التكنولوجي والديجيتال بانكينج اكتر. ده شغال على احدث النظم البنكيه الدوليه، دي حاجه بتميزه قوي، وده بيساعدنا في حته كويسه قوي. انا لو انا شغال في سي اي بي وشغال على نظم بنكيه دوليه وبروفيشنال فيها، ده هيديني ميزه كبيره قوي ان انا اقدر اشتغل في بنك خارج مصر، ودي طبعا حاجه ممتازه جدا. بس طبعا مش تبقى في الدول العربيه، عشان الوظيفه دي في اغلب الدول العربيه متسعوده كمان كاستاف، انما كاوت سورس عادي ممكن تشتغل اوت سورس في الامارات. بس انا بتكلم كاستاف في الاغلب متسعوده، او في نفس الدوله بتكون لاهل الجنسيه فقط، انما نقدر نشتغل في دوله اوروبيه لو معانا لغه تانية مثلا. ممكن مثلا حاجه زي اسبانيا، معانا لغه تانية اسباني مثلا، نقدر نروح هناك واحنا شغالين اكس مثلا سي اي بي، بس خبره كبيره ومعانا حاجه هنقدمها للبنك ده، نقدر هناك نقدم ونشتغل. ممكن نشتغل في بنك دولي في افريقيا مثلا، في بنوك تانية كتير في افريقيا وجنوب افريقيا بتكون محتاجه ناس اكس اي بي، عشان السي اي بي زي ما قلت لكم شغال على نظم بنكيه محترمه دوليه، نقدر تساعدنا نشتغل في بنك مصر. تمام. بنوك خارج مصر، سوري. الفكره بالنسبه للسي اي بي، هو بيكون مركز قوي على حاجتين كده انا عايز اقول لك عليهم. السيلز، المبيعات بالنسبه له رقم واحد، اكيد اي بنك كده، بس هو هناك فوكس اكتر كده. ورضا العميل، الكاستمر ساتسفيكيشن، ده بالنسبه للسي اي بي مهم قوي ومركز عليه قوي. وفكره السي اي بي انا مش بحسه اصلا، هو اصلا كده كده سي اي بي بالمناسبه ليه اسهم في البورصه المصريه، فده بيخليك تعرف انك مش بتتعامل مع بنك عادي، ده انت بتتعامل معتبر مع شركه كوربريت، شركه ليها اسهم في القطاع المصري في البورصه المصريه. فبتكون يعني الجو العام هو كوربريت اكتر، وتحس ان الدنيا فيها ايه، شركه اكتر ما هو بنك، فاهمني. واغلب الاجتماعات اصلا بتبقى كلها بروفيشنال، كلها بالانجلش اساسا، مفيش اجتماعات بالعربي، حتى التعاملات جوه، فاهم قصدي. يعني العقليه نفسها بتفرق، المايندست بتاع البنك نفسه بتفرق، فاهمني. فانا بعمل لك زي يعني ايه، محاكاه كده لنظام الشغل في البنكين. تمام. نكمل المقارنه بتاعتنا. هنتكلم على اهم جزء في الفيديو بتاعنا، وهو عيوب البنكين.
بالنسبه للعيوب نتكلم باستفاضه عن الاثنين. الجانب المظلم لده والجانب المظلم لده. هنا ام بي اي، هنا سي اي بي، زي الفل. بالنسبه للاهلي المصري، الاهلي المصري يعتبر زي ما اتفقنا هو رقم واحد في عدد العملاء، 22 مليون عميل. انت بتسرفز على رقم مرعب جدا. فانت الزحمه، انت هتواجه هناك زحمه يوميه بشكل غير طبيعي. الزحام اليومي انت محتاج أربعة مخ عشان تعرف تتعامل. الزحام اليومي بالنسبه للزحام اليومي، انت كل يوم هيدخل لك، يعني انت لو سي اس في الاهلي انت ممكن تتعامل يوميا مع 600 شخص. انت فاهمني؟ فده بديهي، ده الف ب اهلي مصري. تمام. خاصة في أيام صرف المعاشات والشهادات الجديدة، لو الأهلي نزل شهادة جديدة بفايدة جديدة مثلا، أنت هتلاقي ضغط عندك بشكل مرعب أكتر أصلا ما أنت عندك أساسا آه، ضغط في الأيام الطبيعية. تمام. أنت ممكن تلاقي نفسك يعني آلة، تلاقي نفسك ماشيين كل يوم شغالة من 8 الصبح حتى ما الفرع يقفل بقى. قفل معايا الساعة 6، قفل الساعة 8، قفل بدون لحظة راحة. تمام. يبقى هنا الزحام الشديد اليومي خاصة في أيام صرف المعاشات وأيام الشهادات الجديدة. من المقرف برضو في الأهلي المصري الروتين. ده سيستم ضخم جدا وقديم نوعا ما، أنا شايفه قديم جدا بصراحة لما اتعاملت فيه. ضخم وقديم قوي. ف... فده بيخليك مثلا يعني انك بتاخد قرار فيه بيخليك تطول قوي. انت فاهمني؟ او اي تغيير اي شيء فيه، حتى لو بتقدم طلب شخصي بتحس لازم يكون في دورة ورقية مقرفة. امضاها من كذا، اختمها من كذا، شغل حكومة قوي. فاهمني؟ وده طبعا مقارنة بالبنوك الخاصة حاجة مقرفة جدا. تمام. بيئة العمل للأسف في الفروع هتلاقيها تقليدية تراديشنال قوي في كتير من الفروع. هتلاقي العقلية نفسها، عقلية الموظفين القدامى أو المحاربين القدامى مسيطرة قوي. مش هتلاقي أفكار جديدة للأفكار زي الحاجات التكنولوجيا أكتر أو ديجيتال بانك أكتر. اللي هو مثلا انت جاي تتكلم في حاجه، لا انت احنا متعودين على حاجه معينه وتحسها اكتر سجل مدني كده. فاهمني؟ ولو دخل حد اللي داخل الفرع اصلا داخل يتعمل في اي حاجه هيفهم ده. برضو التوزيع الجغرافي، انت زي ما اتفقنا هو عنده فروع كتير جدا، بس للاسف من التوزيع الجغرافي للاهلي المصري انت ممكن تلاقي نفسك جاي لك فرع بعيد عنك قوي. خصوصا مثلا ممكن تبقى انت مثلا من القاهره او من القليوبيه، تلاقي مثلا جالك فرع في الشروق. انت فاهمني؟ فالتوزيع الجغرافي عنده بعافيه حبه. فاهمني؟ ومن الازمه الكبيره والمقرفه فيه انك مثلا خلاص انا نزلت فرع، انك تنقل او تروح فرع تاني. دي يعتبر من الازمات الكبيره، النقل، انك تروح فرع تاني او ويحصل انتداب لفرع تاني. دي برضو من العيوب هناك في الاهلي المصري. يبقى اتكلمنا عن الزحام، اتكلمنا عن الروتين المقرف اليومي، بيئة العمل التقليدية اللي مسيطرة عليها عقلية جدي وجدك، والتوزيع الجغرافي الغير عادل على الرغم من كثرة الفروع إلا إنه بيوديني في فروع بعيدة عني. وده طبعا بناء على حاجة العمل. ده بالنسبة للأهلي المصري وعيوبه. آه، يعني وانا شايف اكتر حاجتين مقرفين قوي اللي هو ضغط العملاء المرعب، عشان ده اكبر بنك في مصر وده يعتبر بنك شعبي زي ما اتفقنا. وكمان العقليه القديمه دي من اكتر الحاجتين اللي يتعبوني. والحاجه الثالثه ان انا اروح فرع بعيد عني يوميا واسافر عشان دي الفرصه الافيلابل هناك. بالنسبه للسي اي بي، سي اي بي في عيب انا شايفه طبعا من اكبر العيوب، اللي هو انا التارجت هناك مميت حرفيا، اللي هو انا اسميه الاحتراق الوظيفي. انت بتتحرق كده اكنك على شمعة بمعنى اصح. انت مش بس موظف، انت راجل مبيعات من الدرجه الاولى. حتى لو كانت ايه وظيفتك بالذات، اي بوزيشن انت راجل مبيعات، سيلز مان جوه. الضغط هناك لتحقيق الارقام بجد مقرف قوي. التارجت هناك صعب قوي خاصه في الكروت التامين شديد جدا 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 جدا. وانت لو ما حققتش ارقامك هتحس بتهديد جامد 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 وضغط من الاداره. هتحس بجد الاداره هتضغطك ضغطه غبيه قوي مثلا. عكس هنا ام بي اي مش موجوده الحته دي الصراحه. احنا ممكن يعني ايه عادي هنعدي طالما انت ستيل خلاص معانا. بنعدينك شويه. انما هنا من اول يوم انت في البنك هتحس بضغط جديد. زي ما اتفقنا احنا راجل مبيعات من الدرجه الاولى. بالنسبه هنا لساعات العمل، ساعات العمل في سي اي بي الساعات الرسميه بتنتهي الساعه 4 زي ما احنا متفقين. بس فعليا انت ممكن تخرج من الفرع الساعه 8 عادي خالص، بسبب انك بتخلص تقارير يوميه، اجتماعات مفاجاه. ففكره انك تعمل بالانس
ما بين حياتك العاديه، الورك لايف بالانس اصلا، وبين الشغل في سي اي بي صعب جدا للاسف. لسه صديق ليا يعتبر كان ماسك اداره خدمه العملاء في فرع، يعني داخل على سنه كبير، بوزيشن عاليه، راتب خيالي. قرف بسبب الضغط، مش عارف يعيش مع اولاده، مش عارف يعيش حياته، قدم استقالته، اختار حياته، تعب. بيقول لي انا حياتي كلها انا بنام واصحى بحلم بالتارجت. فللاسف هو صعب جدا انك تعمل ورك لايف بالانس حتى لو وصلت لاعلى البوزيشن. هو خلاص داخل، كان يعتبر داخل على نائب مدير فرع او مدير فرع كمان. بس للاسف قال لي انا قرفت وساب الفرع. البيئه هناك تنافسيه بشكل مرعب، لدرجه قد تصل احيانا للتوتر بين الزملاء. الجميع كله عايز يشوف يعني ان هو يثبت كفاءته ويثبت نفسه. فده بيخلي الجو العام مشحون بالضغط النفسي ويبعدوا عنك ربنا. في الفروع بجد، انت لو شفت هناك الفروع هناك عباره عن مذابح، انت فاهمني. من اكتر الحاجات المقرفه في سي اي بي زي ما اتفقنا الضغط النفسي، وايه كمان الغلطه في سي اي بي بفوره زي ما بنقول النظام الرقابي والامتثال هناك، الكومبلينس بجد صعب وصارم، سو ستريك بجد، صارم قوي، صارم جدا. نظام الرقابه هناك صعب قوي، اي غلطه هناك بسيطه ممكن تؤدي لجزاءات كبيره، وممكن تاثر على مسارك المهني لدرجه ان هو يقول لك شكرا جدا يا ريس. توكل على الله. فاهمني. فبجد التدقيق المبالغ فيه هناك قوي، انا بحس هناك ده قوي. النظام الرقابي هناك مقرف، مش فكره صارم بس، لا هو مقرف. اللي هو انت على نقطه كده لا انت غلطان، لا 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 احنا يلا امشي، انت فاهمني. فدي للاسف من العيوب الكبيره في سي اي بي. وكمان بالنسبه ل ام بي اي الحته دي موجوده بس مش بالدرجه الموجوده في سي اي بي زي ما اتفقنا. كده احنا اتكلمنا يعتبر عن كل حاجه شامله البنكين من حيث اكتر من نقطه. طب احنا ممكن نقول زي خلاصة كده بالنسبة للبنكين. انا لو انا شخص حمول وبحب الشغل اللي فيه حركة واختلاط بكل طبقات الشعب، ركز لي على دي، طبقات الشعب اللي هو من اقل حد لاكبر حد لاطول حد. يبقى انت راجل بتعرف تتعامل مع كل طبقات الشعب، وعندك استقرار وظيفي، ركز لي على ديت قوي عشان دي من اكتر الحاجات المقرفة في الاهلي المصري. وعندك استقرار طويل واستقرار ثابت وتستحمل الزحمة، يبقى تقدر تروح الاهلي. لو انت شخص طموح جدا ومستعد تضحي بوقتك واعصابك وتتعلم بسرعه وتدخل وتكبر بسرعه، ادخل مطحنه سي اي بي. الخلاصه بصفه عامه اللي اقدر اقولها ان البنكين من اكبر البنوك في مصر. البنكين انا كشخص حاسس ان انا فريش جراد او انا داخل على اي فرصه باي بنك في مصر ادخلها عادي خالص، سي اي بي، كيو ام بي، تجاري وفا، اي بنك قدامي اخشه عادي خالص. انا اخش الاهلي المصري، اخش سي اي بي، مش فارق لي. انا اللي يلزمني ان انا اخد اكسبيرينس في البانكينج سيكتور نفسه، امسك اي خبره في القطاع المصرفي عشان اقدر استخدمها واطلع لبوزيشن اعلى وفرصه احسن في بنك تاني. وممكن نعتبرها كمحطات لينا، سواء كانت بدايه ليا سي اي بي او ام بي اي. فالبنكين يعتبروا من اكبر البنوك في مصر، بجد حاجه تشرف ليك جدا، وتقدر بعدها تدخل اي بنك وانت مرتاح. سواء انا معايا في الختم بتاعي انا راجل اكس اهلي مصري، او انا راجل اكس سي اي بي، انا ده اتشرف بيه جدا، واقدر اخش بيه اي مكان تاني لما اقدم مثلا كاكسبيرينس في اي بنك تاني. كده انا غطيت كل جزء خاص بالاهلي المصري وسي اي بي، وفهمتكم الدنيا هناك ماشيه ازاي. هنا هتتعلم ايه، هنا هتتعلم ايه. في البنكين انت هتكبر بسرعه وهتروح فرص افضل كتير. ممكن اروح بنك اقل بس بوزيشن اعلى براتب اعلى. تمام. واتمنى بجد الفيديو يكون عجبكم وفاتكم، وان شاء الله الفيديوهات الجايه نقارن برضو بين بنكين تانيين. متنساش تدعمنا بلايك حلو واشتراك في القناه. وبس كده، وكان معكم محمد رضا من اكونت فاير.